ولذلك ورد في الحديث عن السيد الجليل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه انه قال: تمثلت روح عبد بين يدي الله عز وجل. اسمعوا ماذا يدور في عالم البرزخ بعد ان تفارق الارواح اشباحها. اسمعوا ولا تظنوا ان الموت حكم بالاعدام، انما الموت مرحلة انتقال من عالم الفناء الى عالم البقاء. لا تظنوا ان الدنيا اشغال شاقة مؤبدة يليها الحكم بالاعدام بعد الموت، انما الدنيا بعد الموت انتقال من جوار الخلق الى رحاب الحق. ان عالم ما وراء الطبيعة محيط اعنف من ان يمخر عبابه سباح ماهر. ان الموت ما هو الا مرحلة انتقال من عالم ضيق الى عالم اوسع افقا وارحب جنابا. ولذلك قال العارفون بالله: خروج العبد المؤمن من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة كخروج الجنين من ضيق الرحم الى سعة الدنيا. الناس نيام، اذا ماتوا انتبهوا، فاذا ما انتبهوا ندموا، فاذا ندموا لا ينفع الندم. اسمعوا ماذا يجري بعد الموت ولا يستطيع ان يفسره لنا عالم تجريبي، عالم من علماء المادة التجريبيين كروجر بيكون او فرانسيس بيكون او رينيه ديكارت. انما الذي يستطيع ان يفسره لنا ويوضحه لنا عالم واحد، هو الذي زكى الله عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: ان هو الا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما هو، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال: وانك لعلى خلق عظيم. اسمعوا ما يجري وراء الطبيعة، اسمعوا ما يجري في عالم البرزخ. ذهب رجل من الصالحين ليزور قبر اخيه بعد موته، ووقف على باب القبر والقى التحية على اهل المقابر وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. انتم فرطنا الى الجنة ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم رب هذه الاجساد البالية والارواح الباقية، ادخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي. وما من احد يزور قبر اخيه ويسلم عليه الا رد عليه الميت السلام واستأنس به حتى يقوم من عنده. والميت كالغريق ينتظر دعوة تصله من اخيه او صديقه، فاذا بلغته الدعوة كانت خيرا له من الدنيا وما فيها. وبعدما ادى العبد الصالح تحية المقابر تنحى جانبا في مكان قريب من القبر وصلى لله ركعتين، فلما فرغ من الصلاة اخذته سنة من النوم فنام، فرأى اخاه الميت يقدم عليه يجر اكفانه ويسلم عليه ويقول له: يا اخي اصليت ركعتين الان؟ قال: نعم. قال: والله الذي لا اله الا هو لو اذن الله لنا نحن الاموات ان نصلي هاتين الركعتين لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها. الله الله، يا مالك الملك
يا مالك الملك، يا من لا شريك له، لو اذن الله لنا ان نصلي ركعتين. هذا كلام الميت للحي. لو اذن الله لنا معشر الاموات ان نصلي ركعتين لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها. اذا مر احدكم بالمقابر وقال لا اله الا الله رد عليه الاموات قائلين يا عبد الله والله لو علمت فضلها ما غفلت عنها. عجبت لمؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملء فيه لا يدري الله راض عنه ام غاضب عليه. وبكيت لثلاثة: بكيت لفراق الاحبة محمد وصحبه، وبكيت لهول المطلع عند سكرات الموت، وبكيت للوقوف بين يدي الله لا ادري اينطلق بي الى الجنة ام الى النار. عجبت لثلاثة وبكيت لثلاثة. كلام سلمان رضي الله عنه: عجبت لمؤمل في الدنيا والموت يطلبه. يقول سيدنا محمد: والذي نفسي بيده ان ملك الموت اعرف بكم اشد من معرفة احدكم باولاده. عجبت لغافل وليس بمغفول عنه، بغافل. وعجبت لضاحك ملء فيه لا يدري الله راض عنه ام غاضب عليه. ايها السادة، ما زالت الاذاعة الرحمانية تذيع برامجها من عالم البرزخ. قال الميت للحي: لو اذن الله لنا ان نصلي ركعتين لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها. فقال الحي للميت: وطريقة الاتصال بينهما ليس تليفونا اخضر ولا احمر، وليس طريقة الاتصال اي جهاز الكتروني، فوسيلة الاتصال هو النوم. قال الحي للميت: وما ادراك انني صليت. فقال الميت للحي: عجبا لكم يا اهل الدنيا، انكم تعملون ولا تعلمون، ونحن الاموات نعلم ولا نعمل. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا معشر الاخوة، لو علمنا نومة القبور ما عصينا الواحد القهار. لو علمنا مصير هذه الاجسام ما عصينا خالق الاكوان. عندما نولد وعندما نخرج من بطون امهاتنا نحتل من الارض 3 أشبار لا غير، وعندما نموت وندفن في قبورنا نحتل من الارض 10 أشبار لا غير. فاذا طرحت 3 يوم المولد من 10 يوم الوفاة كان الباقي 7 أشبار، هي التي اورثتنا النزاع والبغضاء والشحناء وقطيعة الارحام. من اجل 10 أشبار، من اجل 10 أشبار نموت وايامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قد لها عجبت وما لي لا اعجب. ايلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. ارى الموت، ارى الليل يطلبنا والنهار ولم ادر ايهما اطلب.
احاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا منهما مهرب، وكل له مدة تنقضي وكل له اثر يكتب. معشر الاخوة، لو علمنا ماذا يدور بعد الموت ما خالفنا لله امره. ان نبي الاسلام محمدا صلوات الله وسلامه عليه بنى المعاملات الاسلامية على حسن النية وصدق الضمير. اسمعوا الى ما رواه الامام البخاري والنسائي رضي الله عنهما بسندهما المتصل الى رسول الله. اسمعوا هذا الحادث الذي عبر عنه الرسول ببلاغته المعجزة وباسلوبه البارع العبقري في معاملة الناس بعضهم لبعض. اسمعوا الى هذه الحادثة التي يقول فيها سيدنا محمد: ذهب رجل الى اخيه وسأله ان يقرضه 1000 دينار، ان يسلفه 1000 دينار. فقال صاحب المال له: هات شاهدا يشهد على عقد الدين. فقال طالب المال: كفى بالله شهيدا. فقال صاحب المال: اذا فهات كفيلا يضمنك. فقال طالب المال: كفى بالله كفيلا. واعطاه 1000 دينار على ان يردها بعد عام. وكان بين الدائن والمدين بحر يعبر بالسفن، وحان يوم الاداء بعد ان انصرم العام الذي بينهما. انتهى حاجز الزمان وبقي حاجز المكان وهو البحر. ذهب المدين الى البحر ومعه 1000 دينار ليردها الى صاحبها، لكنه لما وقف على شاطئ البحر كان اليوم شديد الرياح هائج العواصف، تكاد عواصفه تقتلع الجبال الشم الراسيات. ونظر المدين ليجد سفينة يركبها، وكأن البحر قد عقمت أرحامه أن يلد سفينة واحدة. وأوشكت الشمس أن تسقط بين ذراع الفلك، وكاد النهار ينصرم، وقد انطبع على السحاب حمرة صافية عندما قبلتها الشمس الغاربة قبلة الوداع. المدين على شاطئ ومعه 1000 دينار، وصاحب المال عند الشاطئ الآخر ينتظر دينه لما انقضى النهار. هذا يريد أن يوصل دينه، وذاك قد لعبت علامات الاستفهام دورها امام عينيه. لما لم يكتب شاهدا؟ لما لم يكتب كفيلا ضامنا؟ لما سمع كلامه وجعل الله كفيلا وشهيدا؟ واخذ الشيطان يلعب دوره على مسرح القلوب، لكن الرجل المدين طالب المال وجد قطعة سميكة من الخشب فحفر فيها حفرة غائرة، ووضع الدنانير الذهبية في جوفها، واحكم اغلاقها، وتوجه الى رافع السماء بلا عمد، وقال: يا رب، لقد جعلتك كفيلا وشهيدا على ديني، وقد حان اليوم وقت الاداء، فوصل الامانة الى صاحبها. ورمى الخشبة في البحر. ما زالت هذه الانباء ترد الى سيادتكم من مدرسة البخاري والنسائي.
رمى الخشبة بدنانيرها الذهبية بين معترك الامواج، بعدما دفن فيها المال واحكم الاغلاق اودع الدين امانة بين يدي من لا يغفل ولا ينام. رماها كما رمت ام موسى ولدها بين اضرع اليم، رمت دنانير كما رمت ام موسى. اما الدائن صاحب المال فقد طال به الانتظار، والانتظار صعب. مرت به الدقائق كأنها جبال، ومرت به الساعة كأنها احمال واثقال، لكنه لما ارخى الليل سدوله وغارت نجومه وجد خشبة امامه تروح وتغدو كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح. نحن الان قد انتقلنا من شاطئ المدين الى شاطئ الدائن صاحب الدين. انتقلت الخشبة واخذت طريقها كصندوق ام موسى، ورابطت امام صاحب المال لا تريد ان تتحرك. اخذت تغدو وتروح كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح. ونظر صاحب المال الى الخشبة، ما لها لا تريد ان تفارقه، كأنها اخذت على نفسها عهدا امام الله الا تبرح هذا المكان. ما لها لا تريد له فراقا، ما لها تريد ان تلقاه عناقا، ما لها تتثبت امامه كأنه مغناطيسية شديدة الجذب. وانحنى الرجل على الخشبة واخذها وقال ان الليلة شديدة البرد واريد ان اصطلي بها واستدفئ بنارها. وذهب بها الى بيته، ولما ضربها وقسمها سقطت منها سرة فيها دنانير، فعدها عدا فوجدها الفا. فقال في نفسه يرحم الله المدين، لعله لم يستطع ان يركب البحر والبحر هائج مائج، فارسل الي بدينه لانه اتخذ الله كفيلا وشهيدا. وليت الامر قد اقتصر عند هذا الحد. ان للحديث بقية ينخلع لها القلب وينفطر لها الفؤاد ويسيل لها الكبد. ان الرجل المدين الذي القى بماله في البحر جاء في اليوم الثاني ب1000 درهم اخر، وركب البحر في يوم هادئ، وقال ربما لم يصل الدين الى صاحبه. اخذ 1000 اخر وذهب الى صاحب الدين وقال له يا اخي، الله يعلم ورسوله يشهد انني ما استطعت ان اركب البحر امس. وهناك فرق بين امس وبين الامس. فالكلمة الواحدة في اللغة العربية التي اذا نكرت عرفت واذا عرفت نكرت هي كلمة امس. اذا خلت من الالف واللام صارت معرفة، اذ ان المقصود بها هو اليوم الذي قبل يومك مباشرة. فاذا قلت قابلت فلانا امس فالمقصود به مثلا يوم الخميس، اليوم الذي قبل الجمعة. اما اذا قلت قابلت فلانا بالامس وقرنتها بالالف واللام كان المقصود بها اي يوم مضى. كلمة اذا عرفت نكرت، واذا نكرت عرفت. يا اخي ما استطعت ان اركب البحر امس لان البحر كان هائجا،
فخذ دينك هذا، وشكر الله له. وكان صاحب الدين يستطيع ان يطور ويطور، ويستطيع ان يتوهج ويتأجج، ويستطيع ان يزمجر زمجرة الضياغم في بطون الغاب، ويسأر زئير الاسود اذا ديس عرينها، ويقول له لقد اتعبت اعصابي، لقد انتظرتك طول اليوم والبرد شديد، هات ما عليك من الدين، وقد تبت الى الله الا اقرض احدا بعدك. كان يستطيع ان يقول هذا لولا شيء واحد: ليس هناك اثبات يدل على اداء الدين، لا وثيقة ولا وصل امانة. وكان صاحب الدين يستطيع ان يأخذ دينه مرتين، مرة امس ومرة اليوم، مرة امس هكذا بالكسر للبناء على الكسر، ومرة اليوم بالنصب على الظرفية، لكن صاحب الدين منعه من ذلك شيء واحد، أتدرون ما هو؟ مخافة الله، مخافة الله. فنظر الى المدين وقال له يا اخي لقد ادى الله عنك دينك امس، فارجع مشكورا مشكورا. مخافة الله. وانا اسوق هذا الحديث الى المسؤولين الذين حطموا النفوس باجهزة الاعلام وارادوا اصلاح البلاد. متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ وليس بعامر بنيان قوم اذا اخلاقوا